السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة معاكم طريقة المكرونة البشاميل بكل اسرارها، وازاي تطلع معاكم طرية، وازاي نعمل معاكم صوص البشاميل. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هننزل بربع كوباية من السمنة، وهننزل ببصلتين كبار مفرومين، وهنشوحهم لحد ما يتبلوا ويتغير لونهم. هنقلب فيهم كده لحد ما يتبلوا، مش عايزين ان هم يتحمروا، ان هم يتبلوا بس كده. بعد كده هننزل بربع كيلو من اللحمة المفرومة، تكون معتدلة الدسم فيها شوية، بس اهم حاجة ما تكونش حمرا قوي، يعني بتبقى طعمها احلى لما بيكون فيها دهن شوية. كده خلاص لونها اتغير معانا، وهننزل بالتوابل بتاعتنا. هننزل بالتوابل بتاعتنا: معلقة بابريكا، معلقة فلفل، كل دول معلقة صغيرة، ومكعب من ماجي اللحمة، معلقة من ملح صغيرة، بس كده. وبعد كده هنقلبهم، وبعد كده هننزل معانا بمعلقتين من الصلصة كبار، وهنشوح كده، وهننزل بثلاث معالق من المية، يعني حاجة بسيطة عشان الصلصة تبدأ تتفاعل مع اللحمة. تمام كده خلاص، هي استوت. هنغطي عليها ونركنها على جنب، وهنجيب حلة هنسلق فيها مكرونة. هنحط فيها معلقتين من الملح كبار، وهنسلق المكرونة نص سلق، يعني يا دوبك ان هي اول ما تدخل في التسوية هنطلعها على طول. كده خلاص حطينا المكرونة. كده هنقلب المكرونة. احنا مش هنغطي المكرونة عشان خاطر ما تفرش. كده خلاص يعتبر ان هي استوت معانا. هطلع لكم حتتين نشوفهم. كده تمام. خلاص هي كده يا دوبك دخلت في التسوية. هنسلقهم، قصدي هنصفيهم. هنجيب ربع كوباية من السمنة، وهنحط 6 معالق من الدقيق. اللي عاوز ان هي يخليها تقيلة شوية هيحط 8 معالق من الدقيق، وكيلو من اللبن، ونص لتر من المية. يعني ال6 معالق هياخدوا كيلو لبن ونص لتر مية. اللي عايز يخليه لبن كله ماشي، اللي عاوز يخليه نص ونص ماشي. المهم انتوا عندكم الطريقة واعملوا اللي انتوا عايزينه. حط معلقتين من الزيت عشان السمنة كانت شكلها قليلة شوية. احنا هنقلب فيه لحد ما يبدأ ان هو خلاص، ان هو يبدأ هيدينا تحميرتين كده. ولو مش هيغير اللون، احنا مش هنغير لونه خالص، لان لو غير لون معانا هيمرر البشاميل وهيغير لونه هننزل بكيلو اللبن، ايد معانا المضرب وايد بننزل بيها اللبن. تمام كده حطينا اللبن، والنص المية حطيتها على اللبن، زودت يعني على البولة المية ونزلت بيها وقلبت. هنحط معلقة كبيرة من الملح، يعني معلقتين صغيرين من الملح، و2 ماجي من الفراخ، مكعبين ماجي فراخ. وهنقعد بقى كل شوية نقلب فيها لحد ما تبدأ ان هي تتقل معانا، لان البشاميل هيتقل من تحت ومش هتشوفوه من فوق لو انتوا مفضلتوش تقلبوا فيه، فعلى طول ايدينا فيه. هو مش هياخد 10 دقايق على النار. تمام كده هنقعد نقلب فيه زي ما انتوا شايفين. هو خلاص كده بدأ ان هو خلاص اهو، بص بدأ ان هو يتقل معانا. هنلم بقى الجناب دي، عشان الجناب بتبقى فيها تكتلات. احنا مش عايزينه تكتلات، احنا عايزينه يكون كريمي كده.
خلاص هو كده خلص معانا. بصوا، هو ده القوام اللي انا عايزاه، اللي يناسبني. انا بحبها يبقى كده عشان تبقى جوسي شويه. اللي عايز يتقلها نفس زي ما انا قلتلكوا 8 معالق دقيق بدل 6. هتتقل معاكوا شويه، اتقل من كده. المهم جبت نص كمية المكرونة، وحطيت عليها معلقتين من البشاميل، وفردتها في الصينية. او مكرونة قد ايه؟ مكرونة كيس مكرونة اللي هو النص كيلو، وحطيت نصها كده. وهنزل بقى باللحمة افردها كويس عشان كل قطعة تطلع تبقى فيها ايه، فيها اللحم. تمام كده، انا فردتها كلها. نص كمية المكرونة التانية اهو، هننزل عليها بكبشتين من البشاميل، وهنحطها بردك عليها. هنجيب بقى بقية البشاميل اللي يكون برد شوية، وهننزل عليها ببضاية ومعلقة وسنة ملح، سنة فلفل اسود، ما نحطش ملح. في ناس ما بتحبهاش بالبيض، بس بجد فاتوا كتير اللي ما جربش بالبيض. بتدي طعم عالي وتست عالي. في ناس بتقرف من الزفارة، انتي لو حطيتي حبة فلفل اسود مش هيتبان فيها خالص الزفارة. تمام. واللي مش حابب خالص يشيل البضاية، يستغنى عنها ويحط ميكس جبن، جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اللي عندك حطيه. بس هو بعد ما حطينا البيضة القوام خف قوي، عادي مفيش مشكلة. هو كده كده اصلا ما يدخل الفرن هيتماسك، والبيض بيجمد، بيمسك البشاميل. فما تخافوش، هو ده القوام. انتوا كده يبقوا ماشيين صح. هفردها بالسباتيولا كده كل حاجة تكون وصلت، وهحط رشة من الجبنة الرومي. انا حاطة فيها حبة فلفل اسود، دقهم دقة بسيطة كده. تمام. ودي بعد ما طلعت هنحطها في الفرن على الرف على الرف اللي تحت خالص 10 دقايق، وبعد كده نطلعها على الشواية ولحد ما تاخد لون بتاعها، وبعد كده نطلعها. ودي كانت الطريقة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.